الناهق الرسمي باسم كبرنات الجزائر حفيظ الدراجي يروج من جديد لحرب وشيكة بين المغرب والجزائر في رسالة موجهة إلى الداخل الجزائري. إلى التفاصيل. بمكره الموسوم بكثير من الغباء والسذاجة عاد حفيظ الدراجي الناهق الرسمي باسم كبرنات الجزائر إلى اجترار نفس الأسطوانة المشروخة الملطخة بخطاب التباكي والمظلومية الذي يحمل التوقيع عسكر الجزائر في محاولة بئيسة منه لتسويق صورة ملائكية عن من يحكمون بلاده وسعيهم المستمر لتجنب الحرب مع جيرانهم في المغرب وفق زعمه. دراجي هذه المرة لم يكتفي فقط بتصوير بلده الجزائر زورا على أنها ذلك الحمل الوديع المسالم، بل تمادى في كذبه وبهتانه لدرجة أنه جعل من المغرب ذلك الشيطان الفنان الذي يسعى دائما إلى خراب المنطقة عبر مقالة جديدة عنونها بالحرب المزعومة بين المغرب والجزائر، وهو الأسلوب الذي يؤكد أن في القضية وأن دراجي كلف بتمرير رسائل موجهة أساسا إلى الداخل الجزائري. ومن بين أبرز الرسائل التي تم تمريرها عبر مقالات دراجي الموجهة إلى القطيع في الجزائر أن المغرب يسعى إلى الدخول في حرب مع الجزائر، وأن هذه الحرب ليست في مصلحة الطرفين، وأن الجزائر ستضطر إلى الرد في حالة استهداف وحدتها الترابية، وأن أي تعد عليها سيحول 4 مليون جزائري إلى جنود أشداء يدافعون عن وطنهم بكل بسالة. الرسالة التي يود عسكر الجزائر تمريرها من خلال مقالة الطبال دراجي هي ربط إجراء الانتخابات الرئاسية في الجارة الشرقية بالحرب المحتملة مع المغرب، وهي محاولة غبية لتبرير تأجيلها المفتقد بسبب الخلافات القوية بين التبون والعسكر، ما يعني أن الكبرنات سيسوقون لبصرة أن المغرب يسعى لاستهداف الجزائر، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والحال أن العسكر يسارع الزمن من أجل إيجاد بديل لتبون قادر على تنزيل أجندته المعلنة والخفية، وهو الأمر الذي انتبه له تبون ويحاول حاليا تداركه للفوز بولاية ثانية بمساعدة بعض الأجنحة العسكرية.